السلام عليكم. جينا ندويو على حقيقة دخول جمال بن صديق إلى السجن، واش بصح غادي يبقى تماك مدى الحياة ديالو، وشنو السبب اللي خلاه أنه يدخل السجن. هادشي غنتعرفو إن شاء الله في هاد الفيديو. ولكن قبل ما نبداو، جمال بن صديق هو واحد من أبرز المقاتلين المغاربة في رياضة الكيك بوكسينغ، وكيعتبروه بزاف ديال المتابعين أسطورة في الوزن الثقيل، وخصوصا في منظمة جلوري العالمية اللي هي من أقوى المنظمات في الكيك بوكسينغ. شكون هو جمال بن صديق بالضبط؟ تزاد جمال بن صديق يوم 3 يناير 1990. الطول ديالو تقريبا اللي هو 1.97 متر، الوزن ديالو تقريبا كيدخل في فئة وزن ثقيل بحوالي 100 كيلوغرام، واللقب ديالو هو الجالوت. الأصل ديالو هو مغربي 100%، لكن تولد وتربى في بلجيكا. المسيرة ديالو الرياضية، جمال بدا مسيرته في سن اللي هو صغير، وتعلم الكيك بوكسينغ على يد مدربين ومحترفين في بلجيكا. قدر يحقق شهرة كبيرة بفضل القوة الهائلة ديالو ولا كانت القضية اللي كيتميز بها. قاتل مع أكبر الأسماء في الساحة بحال المغربي بدر هاري، وكانت بيناتهم واحد من أشهر المواجهات العالمية، ريكو فيرهوفن، بنيامين أديكبويي، أنطونيو بلازيبات. أهم إنجازات جمال بن صديق، عنده عدة انتصارات بالضربة القاضية، كان قريب من التتويج بحزام جلوري للوزن الثقيل. جمال بن صديق معروف بالروح القتالية ديالو والشراسة داخل الحلبة. المشاكل اللي واجهها بن صديق، تعرض لإصابات في بعض النزالات فاش كان غادي يتقاتل مع ريكو عام 2021، والسبب أنه المرض خلاه ينسحب. مؤخرا تروج أخبار على دخول جمال بن صديق للسجن في بلجيكا. كاين تحقيقات حول هذا الشيء، ولكن تفاصيل رسمية قليلة بزاف. الشعبية ديال جمال بن صديق، جمال محبوب بزاف في المغرب، وكيمثل صورة البطل المغربي اللي كيواجه الكبار بدون خوف أو توجس. عنده جمهور واسع، خصوصا الشباب اللي كيتابعوا الرياضات القتالية. وندخلوا الآن في صلب دخول جمال بن صديق إلى السجن. في 25 يونيو 2025 المحكمة ديال الاستئناف في مدينة معروفة في بلجيكا حكمت عليه ب40 شهر ديال الحبس، منها 20 شهر نافذة، يعني غادي يدوزهم في الحبس بصح. جمال تحكم عليه بسبب قضية غسيل الأموال، بحيث لقاو عنده أكثر من 1,200,000 يورو من مصدر مشبوه، وكانوا كيدخلوا هاد الفلوس عبر عقود وهمية ورواتب مزورة. البوليس شدو حتى 500,000 يورو كاش كانت مخبات في عملية تفتيش 2022. وللأسف حتى خو جمال بن صديق، سعيد بن صديق، تحكم عليه ب4 سنين ديال الحبس، ومعاهم شخص ثالث خدا 30 شهر. المحكمة ما قبلاتش الاستئناف وبقات على الحكم، يعني جمال دابا راه في الحبس، ما كاين حتى شي خبر على الإفراج ديالو. Sadiq still looking patient. He's probably going to use that jab to set this up. Oh, it's over! It is over! The Goliath roars again! Throws him in combinations too. It's not like it's one shot, 2, 3, 4, 5. And this is where it got scary. The hands dropped. 6, 7, 8. Just crazy. Power in combinations, just insane. Man. Oh, man. As he was falling, added another 1-2 to it. You see him already going out. The lights are out, and then 1, 2, 3. Just puts the... Backed up by Ben Sadiq, the knee, the straight right against the ropes. If he doesn't get another knockdown and this goes to Silva, a lot of... He's down for the second time in the round. The second time in the fight. 5, A reversal of fortune 7. here in round 3 for Jamal Ben Sadiq. 2 knockdowns in round 3. That sledgehammer right hand. The straight right, not even blocked. The head movement was gone. He was like waiting for the punch. And look at this. There's the right hand, the left hook. In the white. Yeah, ready? You can try. You see? Whoa! That's a knockdown! The Goliath away!
Jabbar Wilness. And D'Angelo Marshall needs to stay patient, not just open up like this. And that's it. Gonna walk in. Jamal Ben Sadiq throws his straight punches. And D'Angelo Marshall's just opening up a little too much versus those straight punches. D'Angelo backing up. So you see that big wide punches, and that was the mistake that D'Angelo made. Looping his punches too wide, where Jamal Ben Sadiq decided to stay with his straight punches and got the TKO win. After back-to-back losses, has him in the corner. High kick. Anik Boy's hurt. He keeps touching his nose, but that's when Sadiq's firing. Oh, he knocked it down. He knocked it down. Jamal Ben Sadiq has put Anik Bowie down. It's the end. 6. Yeah! Jamal Ben Sadiq. The whole 2 fights, Southpaw was just something different we've seen, but there's that slip. Came back with that left straight. All from that southpaw position, something I've never seen from Sadiq. What a wrinkle in his game plan, and he saved it to the final. Look at the way he slipped that hook, came back with that left straight. Almost removing Keita from his senses, and Ben Sadiq spells victory. And that's it. Keita goes down hard, and the fight took him. He was walking through his body as he was punching him. He went all in here. He smelt it. And that left hook was blocked by the glove, but he was so rocked from those previous shots. Took him right out. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو، وتتمنى إنال الإعجاب ديالكم.